منظومة تبريد وتدفئة المحرك. تتلخص منظومة التبريد في السيارة في تبريد جدران غرف الاحتراق في المحرك، وذلك بسبب ارتفاع درجة حرارتها عند حدوث الانفجارات داخلها. أما الوظيفة الثانية لهذه المنظومة فهي تدفئة مجاري السحب المتصلة بالمحرك، وذلك لرفع درجة حرارة خليط الاشتعال قبل دخوله إلى المحرك حتى تسهل عملية اشتعاله، بالإضافة إلى تدفئة غرفة القيادة. والسؤال الآن هو: كيف تؤدي هذه المنظومة عملها؟ تعتمد هذه المنظومة في تأدية عملها على دورتين: الأولى تجري داخل المحرك، والثانية خارج المحرك. عندما يبدأ المحرك بالعمل تبدأ مضخة الماء المتصلة بعمود المرفق بالدوران، وبالتالي يبدأ الماء بالدوران في قمصان التبريد المحيطة بغرف الاحتراق، فيمتص الماء خلال دورته الحرارة الناتجة عن الانفجار في هذه الغرف، وتستمر العملية حتى ترتفع درجة حرارة الماء فوق الحد المطلوب، فينفتح عندها صمام تنظيم الحرارة بفعل تمدد المادة المملوءة داخله، فتبدأ عندها الدورة الخارجية للتبريد إلى جانب الدورة الداخلية. يبدأ الماء في هذه الدورة بالسريان عبر الخراطيم إلى خزان الماء أو المشع، ومن ثم يجري عبر أنابيب المشع الذي تتعرض سطوحه الخارجية للهواء المندفع باتجاهه، وذلك بفعل مروحة التبريد، فيؤدي ذلك إلى تبريد الماء الجاري داخل المشع. يستمر الماء بالسريان بعد تبريده في المشع باتجاه قمصان التبريد لإتمام دورة التبريد الخارجية. هذه العملية تستمر حتى تهبط درجة حرارة الماء في قمصان التبريد، فيغلق عندها صمام تنظيم الحرارة بفعل تقلص المادة المملوءة داخله. أما بالنسبة لعملية تدفئة مجاري السحب وغرفة القيادة فتتم كما يلي: بعد خروج الماء الساخن من المحرك يتحرك جزء منه باتجاه مجاري السح لرفع درجة حرارته كما أسلفنا سابقا، ويسري الماء أيضا باتجاه مدفأة غرفة القيادة لرفع درجة حرارتها في حالة أن المستخدم قد فتح صمام هذه المدفأة.